السبع انديه اللي معانا. اوكي. والثامن اللي هو الاهلي. وانا النهارده كلمت طب انت السبع انديه، معلش برضو عشان نبقى، معلش يا استاذ ايهاب، السبع انديه دول كانوا موسم واحد بالنسبه لك؟ لا لا لا, لا انا ماضي 3 سنين بما فيهم الاهلي، عقد واحد بسبع انديه لمده 3 سنوات. اوكي. كلمت مين بقى انت النهارده بتقول؟ النهارده انا كلمت المسؤولين في السي ار تي، اتكلمنا مع بعض. ما انا كويس ان انت توضح. ماشي اتفضل. وهم الناس مرحبين ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. واعتقد ان غالبا برضو الاستاذ عمرو الخياط صدى البلد هيخش معانا. فهتلاقي في الاخر ان الدوري بيتذاع 10 فرق في قناتين اللي هم خدوا الدوري عن طريق الشركه الراعيه، وهتلاقي 8 فرق بيتذاعوا عندنا، وهيحصل نفس السيناريو بتاع الموسم اللي فات بالظبط. اللي هو في الاخر لا انت مبسوط ولا انا مبسوط ولا اي حد مبسوط. احنا كلنا في الاخر عايزين كل الناس تشتغل والمشاهد يروح للافضل والاحسن، وكل واحد يبقى عنده حق الاختيار. عارف نفس المشكله حتى على البلد. عارف المشكله في ايه دايما؟ ان انت تربيه الكادر ده بتبقى مشكله كبيره جدا، لان انتوا بتختصروا على حاجه واحده بس. فانا بفتح التلفزيون اشوف فلان، وافتح اقفل التلفزيون اشوف فلان، واخش البلكونه اشوف فلان، وافتح التسجيل اشوف فلان. يعني عارف اللي هو انت بتفرض عليا واحد. انا اسف انا النهارده كنت قاعد مع احد رؤساء الانديه الكبار واتكلمت معاه، قلت له انت لو اختلفت مع قناه كذا وكذا اللي واخدين الدوري هتعمل ايه؟ في ايدك ايه تعمله؟ انت ما قدامكش حاجه. صح. هو هيوصل الرساله اللي هو عايزها، هو هيتكلم بالطريقه اللي هو عايزها، هو هيفرض وجهه نظره على الناس اللي هو عايزها. لكن لو انت عندك اكتر من شخص واكتر من قناه واكتر من مذيع، انت في الاخر عندك الحريه انت كمشاهد. لكن انا احرم المشاهد واحد من ان هو يدخل الملعب ويتفرج على فريقه، 2 احرم المشاهد من ان هو يتفرج على التلفزيون واقول له لا اتفرج على القناتين دول بس على الدوري. حضرتك عارف ان الدوري السعودي بيتذاع على 6 قنوات؟ طيب يعني احنا ايه؟ يعني لو احنا يبقى عندنا شرط ان هو لا يتذاع على قناتين بس؟ ايه الهدف؟ يعني انا معلش انا اسف انا دخلتك في تفاصيل. لا بالعكس ده توضيح للناس كويس قوي. انتوا ما زلنا برضه ارجع واقول لك احنا اكتر ناس نقول الحاجه ونعمل ناقدها، يعني نقول الشيء ونعمل ناقدها، الشيء المناقض بالنسبه له او النقيض بالنسبه له. خليني اقول لك كل الناس اللي بتتكلم ديت لما بتطلع في التلفزيون يقول لك ايه؟ بين سبورت والحصريات وليه؟ ولو دخلوا معانا في المنافسه اساسا هناكلهم، وهم خايفين هم بالفلوس. يعني لما تيجي الامر بقى عنده هو يبقى عادي جدا ودي حقوق وقرصنه. بص هو مفيش الكلام ده. بص بين سبورت انت بتتكلم في صناعه الاعلام يعني فلوس. اوكي. فانا اكس اي ار تي، حضرتك عارف انا بشتغل 20 سنه في الاي ار تي، كنت مسؤول عن كل الحقوق في الاي ار تي وكل الرياضه. لما تيجي تشتغل وعايز تنافس بين سبورت، انت عمرك ما هتقدر تنافس بين سبورت بالامكانيات بتاعتنا الموجوده. احنا عشان ننافس بين سبورت محتاجين اولا امكانيات، معدات واجهزه، وبعد كده اشخاص فنيين وحرفيين يعرفوا ينفذوا الكلام ده. احنا مش ما عندناش دوت في مصر دلوقتي. احنا دلوقتي بننقل يا كابتن ب5 كاميرات مباراه مهمه جدا، بننقلها ب5 كاميرات و6 كاميرات. بره اقل عدد ممكن في اي مكان 15 كاميرا و20 كاميرا. انت بتتكلم في فرق سرعات. فرق. دي مش في ايد حد، دي في ايد ان احنا بدل ما احنا بنتخانق كلنا على الدوري وكل واحد عايز ياخد وكل واحد عايز يذيع، لا تعالى نتفق كلنا ونحط الدوري في باسكت سله ويتقسم. هو هيجيب نفس القيمه يا استاذ ايهاب، هيجيب نفس القيمه والله. يعني هيجيب نفس القيمه وهيتنقل كمان. تعالى نطور النقل، تعالى نقف جنب اتحاد الاذاعه والتلفزيون ونخش مثلا كل القنوات تشترك في وحده مثلا 20 كاميرا و25 كاميرا وتجيبها تنقل المباريات على اعلى مستوى. في عندنا طرق كتير. في شركه اجنبيه كانت عارضه علينا ايام ما كنا في الاي ار تي، كانوا عارضين علينا ان هم ينقلوا الدوري المصري بمعدات احدث معدات بايجار تمليكي. يعني تدفع لها ايجار. احنا ما فيش فرق اساسا، يعني ما فيش حاجه هتختلف استاذ ايهاب، يعني ما فيش حاجه بتختلف، كله هيبقى نفس الفكر. الامر بس ان هو النهارده عندي وبكره عندك وبكره عند فلان وبعده عند فلان. لو في سيستم محطوط. والله مش عايزك تتشائم. انا من حكم يعني خبرتي الطويله في مجال الكوره، الدنيا ما بتبقاش على وضع واحد. يا سلام. افتكر الاي ار تي كده، هو في الاي ار تي كنت كل الحقوق كانت عندي لوحدي على فكره في الاي ار تي، وكانوا بيشتروا وبيعملوا. وهنروح بعيد ليه؟ سي ار تي كان معاها كل حقوق الافريقي التونسي والاهلي سي ار تي تقدر
احصل على بالعكس انا عاجبني التفكير بتاع السي ار تي ان هو التفكير الصح. طبعا انا يعني لازم اعمل، بس ما اقدرش اخد دوري واقول يبقى عندي حصري، لا في مباراه الموضوع بيختلف. انا باخد مباراه حصري علشان خاطر الناس تجيب التردد، نوع من انواع الدعايه، نوع من انواع ان انت تعالى شوف القناه ديت، دي حاجه مقبوله. لكن ما اقبلش ان انا اخد الدوري بتاعي واقوم طبعا انت بتتكلم على حاله يا استاذ إيهاب، بتتكلم على حاله ما فيش مشكله ان احنا نتنافس فيها كلنا وممكن نتفق فيها، لكن لما تتكلم على حياه لا الامر صعب جدا. طيب خليني اقول لك يعني برضو ماشي، يعني عشان ما بقاش بقول حاجه وبنفيها، يعني انا ممكن نخش مناقصه او مزايده انا وانت واكسبها، يعني الف مبروك، تمام؟ وارد طبعا، وارد جدا، لكن في النهايه ما ينفعش ابدا ابدا يعني اللي انت كنت بتعمله انت تتبرأ منه النهارده. يعني النهارده في الكلام انا قلت يعني معاهم فلوس، الشركه الراعيه تملك الحقوق، باعت ب 100 مليون ب 200 مليون، انا وانت بنتفق على حته المبدأ نفسه. 65 مليون. بكام؟ 65 مليون. 65 مليون. فاول كلام او اول تصريح القرصنه ممنوعه وما ينفعش وهنقاضي وهنروح وهنيجي، وسيبك ان انت تعمل كده او غيرك يعمل كده او احنا نعمل كده او ناخد او انا بتكلم على المبدأ يعني، في حين ان انت اساسا بيتك كله ماشي كده. ده بقول لك ده في تقرير طالع في واحده من القنوات، تقرير هم كانوا بيحللوا قبلها بيوم 5-1. ما انا بقول لك ده في تقرير طالع في قناه من اللي اشترت الدوري، طالع بالمراسل بتاع بين سبورت. ايوه صح. وعايز اقول لك على حاجه كمان، هو خلي بالك يعني انت لو بتتكلم على القرصنه فاوكي، احنا طبعا كلنا ضد القرصنه، بس في الاخر انت ماتشات الاهلي او مباريات الاهلي اللي انت بتذاعها هي دي قرصنه على حقوقنا وعلى عقدنا احنا. عندك حق، احنا مش عايزين ندخل في خلاف في الاخر. يلا نتقابل قريب ان شاء الله رحمن، وخير خير خير. شكرا استاذ ايهاب جلال رئيس قناه النهار سبورت، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منور. طيب خلصنا من السلف تلف والرد خساره، واحنا ان شاء الله الرحمن هنا في القناه بنحاول ان احنا طبعا نجاري الامور، بنحاول ان احنا نقدم لكم حاجه طبعا تناسب المشاهد وتكون تليق